شنو تميزها؟ السلام عليكم ورحمة الله. معكم حسناء من الدار البيضاء، متشنجة سابقا، ولكن بفضل الله وفضل الدكتورة آمال قدرت نتشافى من هذا المرض، يعني التشنج المهبلي اللا إرادي. دابا انا ليا عام في الزواج يعني بخير الحمد لله. كلشي داز مزيان، كلشي داز ساهل مع الدكتوره امال. يعني قمه الرقي، قمه الطيبه، قمه الاخلاق. الله يجازيها بخير والله يحفظ لها وليداتها ويصلحهم ليها يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله. البنات نتمنى تكونوا مزيانين. انا قررت ندير هذا الفيديو نشكر فيه الاخت امال بزاف بزاف، ومنها نحكي لكم القصة ديالي على المعاناة ديالي مع التشنج المهبلي اللي اكتشفته انايا من بعد الزواج ديالي. والمده اللي كانت عندي هي شهرين، وما قدرتش نتقبل هذا الشيء، ولات حياتي غير ظلام. ومن بعد بقيت كنبحث ونشوف شنو هذا الشيء. ابخيت تصادفت بالقناه نتاع الاخت امال، وشفت دي فيديوهات تاع البنات ويعني وارتحيت وتوكلت على الله وهدرت معاها وشرحت لي البروغرام وتوكلت على الله ودرت هذاك الشيء اللي قالت لي كامل. والحمد لله كان العلاج من اسهل مما يكون. اقسم بالله العلي العظيم، نهار درت العلاج حسيت بالله كنت هازه الدنيا على ظهري كامل وتحيد. وبغيت نقول لاي بنت شافت هذا الفيديو توكل على الله، وراه امل ما غاديش تخيبك من بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى لجميع اي بنت. وشكرا. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كلشي مزيان؟ المهم باش نعاودكم القصه ديالي مع التشنج المهبلي. انا كنسكن في الدار البيضاء، عندي التشنج المهبلي لمده تقريبا جاي 3 سنين هكاك، وانا في هذا الكابوس هذا. الحمد لله تعالجت بفضل الله، بفضل الكوتش امال. الحمد لله كاينه شي حاجه مستحيله مع الكوتش امال، سبحان الله العظيم، اسم على مسمى. الناس كاملين كنصحهم اللي عندهم هذا المشكل هذا بلا ما يتردوا يدخلوا عند الكوتش امال. راه العلاج مضمون 100%، ما كاينش مستحيل معاه. البنات غير زعموا والله ما غادي تندموا. هذا المشكل هذا راه كيعقدنا، كنقولوا عمرنا ما غادي نولدوا، عمرنا ما غادي نعيشوا حياتنا الزوجيه عاديه. كاملين نطلقات هذا المشكل هذا